السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى يا حبايب قلبي الفيديو بتاعنا ظريف ولطيف عليكم كده عشان ما تزهقوش مني بقى من الروتين. هنزرع بقى النهارده شوية زرع كده حلوين لست البيت كده تزرعهم في البيت وهي قاعدة، مش شرط ان انت تكوني فلاحة. المهم ايه، تاخدي فكرة وتتعلمي منها كده يا حبايب قلبي. هنزرع النهارده، هنعمل طريقة الفلفل في البيت، وهنزرع برضو كان هنخف الزرع ده وهنزرعه في شيل تانية علشان الزرع ده كبر اوي. هنا يا حبايب قلبي بقى جبت بتاع هو الصندوق اللي هو بتاع الفاكهة، وحطيت عليه كيس وهنزرعه بقى يا حبايب قلبي. هنزرع فيه بقى الفلفل، ونزرع فيه الحاجات دي ونخرمه بقى علشان اما تيجي تزرعي فيه المية الزيادة تنزل، ما تبقاش ما تخليش الزرعه تعفن. لو انت سبتيه كده من غير ما تخرميه الزرعه هتقوم معفنه وهتبوظ. نخرمه خرمين 3 كده. هنحط بقى فيه يا حبايب قلبي بقى كده يا حبايب قلبي. هنحط بقى الشرب اهوت. لو عندك بقى رمل برضو حط شويه رمل. الرمل بيخلي الشربة كده تبقى ناعمة كده وحلوة. لان شوفوا الشرب جامد كده يا حبايبي. عملنا جبنا رمل وحطيناه برضك على الزرعه على الشرب عشان البتاع الفلفل الهوي يا حبايب قلبي. دي الفلفل اللي احنا بناكله، بتجيبيه بتحمصيه في الشمس وبتسيبيه كده قبل ما بتعمليه. لازم يكون متحمص، ما تعملوش هو لسه طري. هنجيب كده يا حبايب قلبي شويه، ولو في طوب او في اي حاجه شيليها علشان بتبوظ الزرع. هنجيب بقى الفلفل بتاعنا ده يا حبايب قلبي اهو، نفصصه كده وهنزرعه. عايزه تحطها بحلة حطيها، بس انت لو حطيتها بحلة هتعمل هتطلع في حتة واحدة. نزرعهم بقى كلهم كده اهوت علشان اللي يطلع بقى نخفه بقى ونزرعه في حاجة تانية. نجيب بقى شوية شرب كده يا حبايب قلبي خفيف كده اهو، نحط عليهم شرب خفيف رمل كده، مش شرب رمل اهو. دي بقى يخلي الزرعة تبقى عليها حاجات خفيفة كده، مش تقيل، عشان لما بتطلع بتبقى ضعيفة. نسقيها بقى يا حبايب قلبي، نسقيها كده اهوت بمية خفيفة خالص علشان اللي انت حطيتيه ده ممكن تزرعي خضرة برضو، تزرعي شبت، تزرعي كزبرة، تزرعي جرجير، اي حاجة تزرعيها في البيت. يعني مش شرط ان يكون عندك ارض وكده. كده بقى يا حبايبي يعني مش هنسيبها كده بقى مكشوفة، هنغطي عليها. لازم تغطي عليها كده يعني تجيبي كيس وتغطيه تلبسيه كده ليها زي دي كده. ده كده لمدة اسبوع لغاية ما تلاقيها خضرت ونبتت، تقوم رايحة كشف عليها. اول ما تطلع الخضرة يعني تلاقي الزهرة خضر كده، تقومها بقى تحط بقى العود الخلة السنان دي كده وترشقيه في الكيس كده يا حبايب قلبي. هنغطي عليها ونسيبها بقى كده. هي لازم تحط بقى كيس كده او اي حاجة تقفلي عليها خالص وتسيبيها بقى. اول ما تظهر تقوم رايحة كاشفة عليها كده يا حبايب قلبي. هنزرع برضو هنا، هننقص الشيل دهيت وهنزرع منها زرع كده حلو وجميل كده يا حبايب قلبي. ربنا يسعدكم يا رب بخاطركم، وادعوا كده للطلبة بتوع الثانوية العامة، ربنا ينجحها يا رب ويشفي كل مريض يتألم.
هنا يا حبايب قلب الزرعه دي طالعه في الجنب كده، هتقوم مايله في الجنب ومش هتطلع مظبوط. هناخدها بقى يا حبايب قلبي كده من هنا نزرعها كده بقى. هنقطع بقى الاتنين دول اهي، حاطينها بقى كده. كل ما تكون واطيه تطلع جدر من تحت كده وتبقى حلوه. شايفين يا حبايبي الزرع سهل ازاي اهو. هنحط بقى نكمل بقى الشايله كده. هنكنس بقى الحته بعد ما نخلص ونضفها، بس نزرع الزرع دهيت تتظبط بقى في النص كده اهوت، وتجمدها عليها عشان اما تشرب ما تقومش مايل. كده يا حبايب قلبي دي بقى الشرب بتاعنا، هنحط عليه شويه رمل نقلب كله بقى ببعضه. نزرع عندنا يا حبايب قلبي دول بلاد بيطلع اخضر كده يدلدل كده على البلكونات، نزرعه كله كده اهوت. نحط بقى عليه شويه رمل عشان يطلع. لو في زلط في الرمل ولا حاجه نشتغل. كل الشيء اللي هنحط لها رمل كده يا حبايب قلبي علشان الرمل بيساعد الزرعه ان هي تكبر كده زرعه. هنحط دي برضو معاهم كده. كده زرعنا دول يا حبايب قلبي. وهنا دي حبايب دي صبارة برضو كهيت، حطينا شوية رمل. ودي يا حبايب قلبي بقى كان الزرع بتاعنا النهارده. متنسوش بقى في اللايك والاشتراك عشان يوصلكوا الجديد يا حبايب قلبي بنعمله. وهنا يا حبايب قلبي حطينا برضو زرعة الفلفل اهيت علشان مغطية عليها عشان تقعد كده اسبوع على بال ما تنبت.